مصريه الحقيقه. يعني هو انت بتتكلم ان هو اساسي منتخب مصر، وكان الفتره الدوري افريقيا اللي فات الحقيقه اللي كان في الكاميرون كان من افضل الباكات ليفت اللي موجودين في افريقيا الحقيقه. فطبعا صفقه مهمه جدا 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 لنادي الزمالك. صحيح. وانا بقول يعني يا كابتن محمد ان ايه الضغوط اللي كانت عليه في ان هو ده كلامه، يعني عشان مش عايز اقول انا كلام من عندي، ان هو كان عليه مديونيات وفلوس وبتاع. المفروض بقى ان الكلام ده لما يتحل ان هو يشتغل بارتياحيه اكبر ويشتغل من غير ضغوط، ويستغل الفرصه دي ان هي فرصه ان هو يقدر يبدا صفحه جديده مع الجميع داخل النادي. طبعا. بص يا كابتن ميدو، هو التصرف اللي هو عمله، يعني انا مش عايز ارجع له تاني، انا كنت واقف ضده في التصرف، لان في مباراه رسميه ويسيب المعسكر حاجه ما كانتش، ما حصلتش، عمرنا ما شفناها من فتوح بصراحه. قد ايه هو ضحى، زي ما النادي ضحى بالنسبه لفتوح، لكن في الاخر هو كان هيخسر. التفكير ده اعتقد ان رجعه حتى المنتخب ان يكون اساسي، لان كنا الناس بتتكلم هل هو هيقعد شهر ونص ما يلعبش والراجل هياخده. اللي عمله ده اعتقد ان هو فكر كويس، رغم ان الامور الماديه مش زي ما كنا متوقعين، لكن ده ليميت النادي حاطه وهو التزم بيه، وان شاء الله يبقى ما عندوش اي مشاكل عشان يقدر يدي للمنتخب نادي الزمالك. وفي نقطه ثانيه يا كابتن رمضان مهمه جدا، لازم يعني خلينا نقول اخواتنا الصغيرين واولادنا يتعلموها. يعني ان انت لازم تنظم المصاريف بتاعتك بالظبط. يعني ما ينفعش يعني ودي لاولادنا كلهم سواء لعيبه الكوره او مش لعيبه الكوره. ما ينفعش مثلا تبقى انت عارف ان مثلا انت دخلك في السنه مثلا مليون جنيه مثلا، مليون جنيه مثلا في السنه مثلا، صح؟ وتروح رايح جايب عربيه ب 2 مليون جنيه وتجيب فيلا ب 20 مليون جنيه، فبتعيش نفسك تحت ضغوط وتدخل ولادك مدارس كذا وتعمل كذا وتلاقي نفسك انت في الاخر مشنوق. بالظبط. والضغوط دي يا كابتن رمضان والله لكل الناس بتخلي ان اي بني ادم يعيا. طبعا يعيا والله طبعا. العظيم مش موضوع تلعب كوره بقى وما تلعبش كوره، بتعيا يجي لك امراض كل الامراض بسبب الضغوط اللي انت وحاجات كلها والله والله 70% منها ما ليها لازمه. بالظبط. مش اساسيات حياه. هو انت عارف لعيبه الكوره كلهم يا ميدو يا صلاح الحقيقه كلهم بقى بيفكروا كده. انا النهارده هيجي لي مثلا 5 مليون، تلاقيني جايب حاجات مثلا ب 25 مليون. طب وبعدين؟ طب انا ممكن في تعاقد ما يحصلش، التعاقد يتاخر، العقد يتاخر، الفلوس تتاخر، كل دي بتبقى ضغوط على لعيب كوره، ضغوط كبيره لما تكون رايح وعليك مديونات وعارف ان شيك عليك مش عارف اعمل ازاي. لانك انت كمان انت خلاص بقيت نجم. نجم يعني الناس بتبص لك بصه غير يعني. فبالتالي لا، ما تحطش نفسك في الموقف ده خالص. انا اتعامل على قد الفلوس اللي جايه لي، ما تخطاهاش. وده مهم جدا ولكل الشباب والله يا كابتن محمد. طبعا والله بقول لكل الشباب، لان في بشوف يعني للاسف يعني، وانا اسف انا هخرج بالكوره شويه، عشان والله بشوف رجاله كتير عايشين حياتهم مشنوقين. طبعا عشان دي مشنوقين. يعني اللي عنده عايشين في باحوال اعلى بكتير من امكانياتهم الحقيقيه. بالظبط صح. عشان يوفر متطلبات معينه ملاش لازمه، مش اساسيه يعني، مش اساسيه حاجاتها يعني. وخلي بالك ده جيل انا بتكلم على جيل، انا بتكلم على جيل كامل. لكن العاقل فيهم ان هو يعمل كده يعني. حتى لو فتوح لو هو تصرف قبل كده كان خاطئ، وارجو انه يكون حس واعترف بيه، اللي هيجي يقف جنبك هيقف لوقت معين، لكن عايز بعد كده حاجته، هيقف لسبب كمان. وانت لازم تعمل يا ربنا يكفيهم شر الاصابات. لو اتعورت احتمال تتاخر، ظروف نادي ممكن تتاخر المستحقات بتاعتك، لكن انت بتحوش نفسك تحت ضغط ان انت معكش ومش قادر تسدد والناس بتطالبك. دي مشكله هتجيب لك هنا هيدك، مش بقى يعيا ده ويتخنق، ده ممكن يحصل له حاجه تانية. طيب بمناسبه الحديث عن فتوح، انا بصراحه كباتن يعني ما اقدرش اكون ذكرت هذا الملف بدون ان اشكر مجلس اداره نادي زد، انا كميدو او كمشجع زملكاوي، على الموقف المحترم اللي هم خدوه يعني. لان انا اقول لك التفاصيل يعني. الحقيقه سيف زاهر، انا بشكر سيف زاهر الرئيس التنفيذي لنادي زد، وبشكر الاستاذ انسي ساويرس رئيس مجلس اداره نادي زد، لان كان عندهم اصرار كبير جدا ان مهما كانت المكاسب
في الكوره ان هم يحافظوا على علاقتهم بجمهور نادي الزمالك وبنادي الزمالك اهم من اي لاعب. انا اقول لك الكواليس بقى، ان فتوح كان وصل لاتفاق نهائي بارقام كبيره جدا مع زد، ولولا كياسه وذكاء مجلس اداره نادي زد وسيف زاهر كان هتبقى في مشكله كبيره، كانت هتبقى في مشكله كبيره، لان موضوع فتوح كان متاخد له ابعاد كبيره جدا يعني. فبشكر سيف زاهر وبشكر انسي ساويرس وبشكر كل المسؤولين في نادي زد على تعاملهم المحترم في موضوع فتوح. وهنا انا ما بتكلمش على فكره على احترافيه، الموضوع مش موضوع احترافيه، موضوع ان في العلاقه ما بين الانديه يا كابتن رمضان مهمه. هم فكروا انه ما يخسروش جمهور نادي الزمالك. طبعا طبعا كانت هيبقى في مشكله كبيره، كانت يعني مشكله كبيره. انا اعرف ان احتمال يكونوا خلصوا يعني بدرجه كبيره جدا. مين؟ فتوح في لا الأول. خلصوا كل حاجه، خلصوا اتفقوا على كل حاجه. انا بعرف انا بقول لك ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشجعينا ومشجعي النادي الأهلي الكرام، بارك الله فيكم. اللايك بيفيدنا كتير، ما تنسوناش بلايك واشتراك، وبارك الله فيكم مرة تانية. أنا بس مستغرب من حاجة واحدة بس، الشكر الزائد لنادي زد والسيف زاهر. الناس دول كانوا مصدعيننا بالاحتراف ومنظومة الاحتراف، وده فريق تفاوض مع اللعيب بموجب إعلان نادي الزمالك نفسه إنه عارض اللعيب للبيع، وفي الآخر من ضغوط من نادي الزمالك على نادي زد رجع في كلامه مع احمد فتوح، مما اجبر في احمد فتوح في الاخر انه يوقع نادي الزمالك، او بعد ما خد اللي هو عايزه من نادي الزمالك. كل الطرق ادت لان فتوح يمضي لنادي الزمالك تاني، ودي حاجه ما تزعلناش، بالعكس حاجه تبسطنا. احنا عايزين نادي الزمالك قوي وقوي جدا كمان، عشان المنافسه عندنا تبقى قويه وفي احسن صوره. المنافسه مع فريق جماهيري بتفرق كتير معانا كاهلاويه وللنادي الاهلي عن المنافسه مع اي فريق تاني غير جماهيري. بنبارك لنادي الزمالك على توقيع احمد فتوح، ولعله يكون مضى بشروط نادي الزمالك مش بشروط احمد فتوح، لان شروط احمد فتوح اللي كنا سامعين عنها منحه التوقيع ورقم العقد السنوي كانت مبالغ خياليه، ما نتمناش ان الزمالك يكون وافق عليها، لان دي هتفرق كتير في اوضه اللبس. كفايه اللي حصل من عقد زيزو في اوضه اللبس عند نادي الزمالك. نتمنى من كل قلبنا الامور الماليه والاداريه في نادي الزمالك تستقر، ونشوف الزمالك متفرغ للمنافسه مش لحل المشاكل الماليه. تفرغ الزمالك للمنافسه بيعلي من قيمه المنافسه ومن قيمه الدوري المصري، لان ده القطب الثاني في الدوري المصري. نتمنى من كل قلبنا احمد فتوح يركز مع نادي الزمالك ومع منتخب مصر الفتره اللي جايه، داخلين على بطوله افريقيا ونتمنى نحصل فيها على المركز الاول. كنت اهلاوي اصيل، ان كنت من عشاق الرياضه المصريه، ان كنت من عشاق نادي الزمالك، قول لنا رايك في التعليقات، وما تنساناش بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.